يا مساء الفل، يا مساء السعادة عليكم حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني. غصب عني والله، الغيبة ديت غصب عني. انتوا عارفين بقى ملبوخين الأيام دي بقى في امتحانات الشهادة الإعدادية. وطبعا حبايب قلبي رجعنا لكم كده نعمل فيديو خفيف، يا رب كده نكون خفيف معاكم. فيديو خفيف وفي نفس الوقت حاجة حلوة. طبعا عارفين احنا مستمرين لسه في بقى إيه، نعمل برضو وصفة بالبرتقال. البرتقال طبعا موجود في السوق كتير، وهنعمل منه وصفات جميلة وهتعجبكم. يلا كده نبدأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا معانا هنعمل مقدار كوب دقيق. كوب دقيق ببيضة، وبيضة كمان، بس يعني كوباية دقيق وبيضة. هنعمل الكيكة اللي انتوا هتشوفوها دي. هتبقى كيكة يعني اقتصادية وفي نفس الوقت حاجة حلوة. هنحلي بقى الكيكة بتاعتنا بإيه؟ احنا معانا طبعا كوبايتين عصير برتقال. جينا في البولة اللي انتوا شفتوها بقلب فيها النشا دي. حطيت معلقتين نشا مع كوبايه عصير برتقال مع معلقتين سكر، قلبتهم كويس قوي وحطيتهم على ايه، على النار. هديت عليهم النار، وطبعا ايه، سلمى بتقلب فيهم، وانا بقى ايه قلت خلي بالك منهم يا سلمى، وانا هعمل بقى ايه ال الكيك. انا جبت هنا نص كوبايه سكر والبيضه، وهنقلبها البيضه مع السكر. ده خلاص بقى ايه، ده قوام المهلبيه اللي احنا هنحطها ايه على وش الكيك. طبعا رجعنا تاني نقلب في المقادير الكيك. جبنا البيضه مع السكر وهنقلب فيها كويس قوي لعند ما لونها يفتح زي ما انتم شايفين كده، وهننزل كمان بربع كوبايه زيت. وهنقلب الزيت مع البيضه مع السكر لعند ما ايه، ما لونهم يبيض معانا كده زي ما انتم شايفين. هنفضل نستمر في التقليب لما لعند ما ايه، ما نوصل للقوام واللون اللي انتوا شفتوه ده، اللون الابيض ده. نزلنا بقى بالايه، بعصير البرتقال حبه بحبه، شويه بشويه كده. يعني هي كوبايه عصير برتقال، هننزل بشويه بشويه. جيت كنت برضو ببشره كده قيمه حوالي معلقه بشر بتاع برتقال برضو. وطبعا بعد ما قلبت كل بشر البرتقال مع المقادير مع البيضه مع السكر مع الزيت، نزلنا بقى بالجبنه بكوبايه الدقيق، حطيناها في بوله زي ما انتم شايفين كده. هنقلب ايه، المواد الجافه مع بعضها. المواد الجافه طبعا هي الكوبايه الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعلى طرف المعلقه زي ما انتم شايفين كده ذره ملح. محسن الخبز بتاعنا اللي مفيش غنى عنه في اي مخبوزات. طبعا ذره الملح والبيكنج باودر والدقيق قلبناهم، وهننزل عليهم بالخليط بتاعنا اللي هو عصير البرتقال والبيضة والسكر وربع كوباية الزيت. وهنقلبهم كويس قوي لعند ما نوصل للقوام، قوام الكيكة لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي، هنقلب كده في اتجاه واحد لعند ما الكيكة بتاعتنا كده ايه، توصل للقوام دون كده. وهنجيب بقى معانا، انا عندي الصينيه، الصينيات اللي هم واسعين، فانا قلت ديت هتبقى محبكه يا دوبك على قد ايه الكوبايه الدقيق. انا جبت الطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، دهنتها دهنه زيت او سمنه اللي موجود عندك، اي ماده دهنيه هتدهني الصينيه او الطاسه. وهن ايه، ننزل بالخليط بتاع الكيكه وندخلها الفرن. وزي ما انتم شايفين قلب دخل حبايب قلبي كده، دخلناها الفرن على درجة حرارة، يعني ما تستعجلش عليها. اما تبقى الكيكة بتاعتنا كده حلوة وناشفة، طلعناها وننزلنا بقى بالايه، على وشها كده بالخليط بتاعنا اللي احنا ما عملناه، اللي هي المهلبية. طبعا مهلبية البرتقال زي ما انتم شايفين وشفتوا مقاديرها، الكوباية عصير البرتقال ومعلقتين نشا ومعلقتين كبار سكر، وقلبناهم كويس قوي. وطبعا ما احتاجناش فانيليا ولا حاجه، طبعا احنا عاملين كل الوصفه بالبرتقال. ودهنا كده وش الكيكه كده بالمهلبيه زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. طبعا بعد ما طلعت من الفرن وهدت، يعني هدت شويه خالص، يعني خلاص بقت يعني بارده، يعني ما فيش فيها سخونيه كتير خالص، بقت بارده كده يا دوبك دافيه. ونزلنا بقى بالايه، بخليط المهلبيه كده على وش الكيكه، وهنسيبها شويه برضو اما تنشف شويه عليها الكيكه البتاع المهلبيه بتاعتنا كده، تنشف عليها كده، يعني يا دوبك كده
تشربها كده وتبقى ناشفة كده، ونقطعها بقى خرط كده، هنقطعها. هنمسك بقى الكيكة بتاعتنا بعد ما نزلنا عليها بقى في المهلبية كده وسبناها شوية. طبعا هنقطعها وهتاكليها دافية كده مع المهلبية، مش تسيبها اما تسقع وتدخليها تلاجة، لا، تاكليها مع كوباية شاي، أو بلاش شاي لأن احنا عاملين المهلبية بسكر والكيكة بسكر، وهناكلها كده من غير شاي ومن غير حاجة. لو في كوباية لبن، كوباية لبن بس كده. طبعا زي ما انتم شايفين خرطنا الكيكة بتاعتنا وجميلة وتحفة، والريحة ما اقدرش اقول لكم. وما تنسوش حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة. اللايكات يا حبايبي، ومش عارفة المشاهدات بتقل ليه يا حبايب قلبي. ربنا يبارك لكم ويكبر بخاطركم زي انتم ما بتكبروا بخاطري، بس المشاهدات مش عارفة بتقل ليه عندنا. آه يلا كل الحمد لله. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، دي الكيكة بتاعتنا طعمها جميل وروعة وحاجة حلوة، وفي نفس الوقت هتدفينا في الجو اللي احنا فيه ده. وزي ما انتم شايفين ادي شكل الكيكة والمهلبية، شكلهم وطعمهم مع بعض كده ميكس روعة. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، في قناة ايه حلوة مع ماما وسلمى 2، واشوف وشكوا على خير.